السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير كلكم، وربنا يديم عليكم الصحة والسعادة. ايه متضايقين ليه؟ ايه مزعلكم؟ لا، متزعلوش من اي حاجة ولا تزعلوا نفسكم، الدنيا مش مستاهلة. شوفي سعادتك في ايه واعمليها. اي حاجة حاسة انها بتسعدك اعمليها. اوعي تستني السعادة من حد، محدش هيديك السعادة اللي انت عايزاها. اخلقي السعادة لنفسك، انت اللي تقدري تخلقيها. فخليكي عارفة كويس ان السعادة دي اولا بإيد ربنا، وثانيا انت الوحيدة اللي تقدري تسعدي نفسك. ما تحطيش املك في حد، خلي املك في ربنا بس، ده اهم شيء. وغير كده السعادة دي رزق كبير، والحمد لله على نعم ربنا علينا. بس احنا مش هنقعد مكتئبين. دي الايام كلها شكل بعضها، انا زهقانه، انا مليت، انا مش لاقيه حاجه اعملها. لا، بايدك حاجات كتير تعمليها. اولا نقرب من ربنا، نفسيتنا هتهدى. ثانيا انا شايفه سعادتي في حاجه اعملها، اخرج مع صحابي، اقضي وقت حلو معاهم، اقرا حاجه بحبها. والله بصي، اي حاجه هتخرجك من مودك اعمليها. اي حاجه بتضايقك ابعدي عنها. ما تقعديش مع حد ما انتش عايزه تقعدي معاه غصب عنك. ما تبوظيش مزاجك، ما تخليش حاجه تضايقك. ايه اللي يجبرك على كده؟ قاعده ما انتش حباها ما تقعديهاش وتقومي زهقانه وتقولي انا ايه اللي وداني، انا ايه اللي جابني. لا، الحاجه اللي تضايقك ابعدي عنها. الحاجه اللي راحتك فيها اعمليها. احنا هنعيش حياتنا مره واحده، مش هنعيشها مرتين. عيشوا حياتكم صح، اتصرفوا صح، اضحكوا، افرحوا. العمر ده مش بايدينا، ده بايد ربنا. لازم نعيش عمرنا صح. مش هنفضل نستنى اللي بيعاملنا وحش واللي بيعاملنا حلو ونتضايق. ليه بنضايق نفسنا؟ ليه؟ عشان ايه؟ احنا بنعيش عمرنا ده كله عشان حد ونفضل نقول احنا سعادتنا معاه. صح؟ الحد ده قدم لك ايه؟ ما قدملكش حاجه. حاسس ان انت زعلان على عمرك اللي راح؟ صح؟ طيب بتعمل في نفسك كده ليه؟ مش هقولك خليك وحش مع حد، لا، عامل الناس كويس، عاملهم حلو، بس ما تتكلش على حد، اتكل على ربنا وبس. لكن لو شايف حد بيحبك قوي ومهتم بيك، ده اكيد هيبان، بيبان من افعاله، مش بالكلام على فكرة. ان كان على الكلام ياما هنسمع كلام كتير، الفعل هو الاساس. اللي بيحبك لما تغيب عنه لو لحظة هيسأل عليك، لو تعبت شوية بيبقى هيتجن عليك، مش هيطيق. اما بقى اللي بيقعد يقولك انا ما بسألش، اصل ظروفي، اصل حصل وكاني وشغلي وده 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 وده، ده
مش ده مش بيحبك بجد. لو بيحبك حقيقي هيهتم بيك، انت هتبقى من اولوياته. قبل اي حاجة هيفكر فيك انت الاول وبس. وياما ناس كنا مفكرينهم قريبين قوي قوي مننا، وبنكتشف في الاخر ان هما ولا حاجة. لازم لما نختار صح. ما تصدقوش الكلام اللي بيتقال بس، اوعوا تصدقوا الكلام بس. عشان كده بقول لكم ما تستنوش السعادة من شخص معين، ساعدوا نفسكم. واللي حاسس ان هو بيحبك حقيقي وسعادتك فعلا معاه، حافظ عليه، خليك جنبه على طول. لكن ما تتكلش غير على ربنا، واعرف ان سعادتك قبل اي حاجة برضو في ايد ربنا وبس. وربنا يا رب يساعدكم كلكم، وكل ايامكم تبقى خير وفرح. باي باي.